انت اكيد سمعت ان اي حد عايز شهرة او عايز يعمل فلوس بسرعة او حتى عايز يغير حياته 180 درجة يبدأ من دبي، بلد الابراج والبراندات والحفلات اللي ما بتتعملش من غير مشاهير والملايين الكتير والشركات والمشاريع اللي بتتفتح في يومين. بس بين كل الصور اللي بنشوفها كل يوم في صورة محدش واخد باله منها، صورة ان في ناس راحوا وما رجعوش، ان في انفلونسرز بدأوا في دبي وما كملوش الطريق، حكاية مش منتشرة ومش ترند، بس لو عرفت تفاصيلها يمكن تبطل تشوف البرج نفسه بنفس اللمعة. ليه دبي؟ وليه دايما هي الواجهة؟ وليه كل الحاجات الحلوة ساعات بيستخبى جواها حكايات سودة؟ دي قصتنا النهاردة. لو عايز تعرف ايه الحكاية تابعنا للنهاية. لو فتحت اي ستوري انفلونسر دلوقتي هتلاقي صورة على يخت، كافيه 5 نجوم او حفلة في روف توب، واللوكيشن دايما مكتوب دبي. حتى اللي بنشوفهم في تيك توك وانستجرام طول الوقت بيبدأوا من بلدهم، بس اول ما بيجمعوا شوية شهرة اول تذكرة بيقطعوها بتكون على الامارات. شوف مثلا عشرات البلوجرز المصريين والخليجيين فتحوا مكاتب تسويق محتوى هناك، شركات انتاج يوتيوبرز كبار حياتهم كلها اتنقلت لدبي، مشاهير عالميين بيشتروا شقق في برج خليفة مش عشان يعيشوا، لا بس عشان يصوروا صور بتلمع اكتر. ليه دبي بالذات؟ لان فيها مميزات محدش يقدر ينكرها، بلد بتديك فرصة تفتح بيزنس صغير في يومين من غير بيروقراطية عقيمة ولا 1000 ختم و1000 رخصة. المناطق الحرة هناك بتسمح لأي حد حتى لو فريلانسر انه يشتغل قانوني وانه يمسك فلوس كتيرة من بره ومن جوه. الضرايب اقل بكتير من اي بلد عربي تاني، وبيئة الاعمال مجهزة لأي محتوى او مشروع. يعني لو انت انفلونسر عندك 100,000 متابع بس ممكن تسافر دبي وتبدأ تعرض براندات عالمية وتعرض فوتوشوتس وتقبض بالدولار. باختصار هي مدينة مبنية على ان اي حد يقدر يحول فكرة صغيرة لفرصة كبيرة، وساعات الفرصة الكبيرة بتبقى اسرع من ان حد يراجع وراها. كل اللي فات ده حقيقي وصادق ومثبت بأرقام وتقارير منشورة في جولف نيوز وخليج تايم. بس هل دي الصورة كلها ولا في حتة لسه محدش بيتكلم عنها؟ ان نفس السهولة اللي بتفتح باب للأحلام ساعات بتسيب باب تاني يتفتح لوحده. في ناس بتدخل وتطلع نجوم، وفي ناس بتدخل وما بتطلعش خالص. ومن هنا تبدأ حكايتنا اللي محدش بيشوفها في الريلز. مين اللي بيختفي وليه؟ وازاي اصلا حد يختفي وسط مليون كاميرا؟ اللي بيشدك في دبي مش بس برج خليفة ولا الصور اللي بتلمع، إنما الورق. ورقة واحدة ممكن تديك تصريح إنك تبقى مدير شركة أو صاحب استوديو إنتاج أو حتى مستشار تسويق محتوى، وإنت أصلا مش معاك مكتب ولا فريق ولا حتى خطة حقيقية. بحسب دبي تشامبر وتقارير جولف نيوز دبي فيها أكتر من 30 منطقة حرة. المناطق دي معمولة عشان تسهل حياة رجال الأعمال، تسهل مش تسأل. تفتح رخصة، تحجز مساحة مكتبية وهمية، تعمل حساب بنكي وتحرك فلوس من وإلى بلدك من غير ضرايب. والميزة دي عظيمة للي جاي يشتغل بجد. بس تخيل نفس الباب ده لو دخل منه حد مش جاي يبيع منتج ولا فكرة، جاي يبيع ناس أو يشتري ناس. في عشرات التقارير منشورة عن شركات وهمية فتحت هناك، شركات إنتاج مشبوهة بتتعاقد مع انفلونسرز بوعود تصوير وإعلانات، وفي الآخر بيلاقوا نفسهم في شقق مشبوهة. شركات ايفنتس مانجمنت تنظم حفلات براقة، بس جوه الحفلة كل حاجة بتتغير، حتى الوسطاء اللي بيقدموا عروض وعقود ذهبية لبنات شابات من شرق أوروبا أو آسيا، وبعدين تختفي العقود وتبدأ قصص تانية. في 2024 لوحدها جولف نيوز نشرت أكتر من تقرير عن إعلانات توظيف وهمية بيجيبوا بيها بنات يشتغلوا موديلز أو PR، وبعدها محدش بيعرف عنهم حاجة غير إنهم دخلوا البلد برخصة عمل قانونية، مفيش حد بيشوفهم تاني. والسؤال هنا ايه اللي بيخلي حد يتورط بالسهولة دي؟ الصورة بتبدأ من يخت، بتنتهي في شقة، وورا الباب اللي بيتقفل بتبدأ حياة الليل اللي ما بتسمعش عنها إلا لما بتحصل مصيبة. طب ايه بيحصل جوه الشقق دي؟ جوه الحفلات اللي بنشوف منها دقيقة على انستجرام والدقيقة اللي بعدها محدش يعرف عنها حاجة. دبي مشهورة انها مدينة سياحية مفتوحة، بس الحقيقة ان جزء كبير من حياة الليل هناك مش موجود على تريب ادفايزر ولا حتى في اعلانات الانفلونسرز. موجود جوه شقق هاي كلاس وحفلات مغلقة وادوار كاملة في ابراج ما بيطلعش حد ليها الا بدعوة. يمكن سمعت قبل كده عن مصطلح اسمه بورتا بوتي بارتيز او حفلات VIP بيحضرها مشاهير من اوروبا واسيا والخليج. الفكرة كلها ان الدعوة بتبدأ بسيشن تصوير وبتنتهي بحاجة تانية خالص. الصحفية رازا سترايلينج كشفت في أكتر من لقاء إن في بنات بيتم استقطابهم عبر انستجرام وبيتقال لهم جملة واحدة: تعالي دبي هتتصوري على يخت وتقبضي 10,000 دولار في الليلة. بس مفيش حد بيقول لهم ال10,000 دول مقابل إيه فعلا، ولا مين بيدفع ومين
بيصور ومين بيهدد لو حد فكر يتكلم. السنة اللي فاتت صحيفة هندستون تايمز وبيبول وياهو نيوز نشروا قصة ماريا كوفالتشوك. ماريا دي شابة أوكرانية عندها حساب على اونلي فانز، اختفت بعد حفلة من النوع ده. اتقال انها راحت تصوير على يخت وبعدها اختفت 10 ايام. لقوها بعدها على طريق على دبي، ظهرها مكسور واطرافها مكسورة. عيلتها قالت انها تعرضت لاستغلال جنسي في حفلة خاصة. الشرطة قالت انها تعرضت لسقوط من مبنى تحت الانشاء. مين اللي صح؟ لحد دلوقتي محدش متأكد. كل اللي باين للناس من بره صور ناس بترقص وفلوس بتتبعتر، واللي مستخبي جوه حواديت ناس ممكن تختفي. طب فين القانون وسط ده كله؟ وليه الحكايات دي بتفضل إشاعة من غير ما حد يرد؟ ولا دي كلها خرافات وكلام سوشيال ميديا؟ تعالوا نشوف الحكاية اللي بعدها. طب ماريا حكاية لوحدها ولا في غيرها؟ الغريب ان في غيرها بس محدش بيتكلم. في نفس السنة في 2024 اتنشرت اكتر من قصة شبه قصة ماريا في مواقع زي ديلي ميل وذا سان وخليج تايمز، كلها بتبدأ بنفس الجملة: عارضة أوروبية روسية أوكرانية جت دبي عشان شغل عام، موديل، تصوير، جلسة VIP، قبض بالدولار. واحيانا بتخلص القصة فجأة من غير ولا ستوري. في 2022 5 عارضات أوكرانيات اتقبض عليهم في دبي بعد تصوير جلسة عري جماعي في بلكونة برج معروف. انتشرت قصتهم تحت عنوان دبي بلكوني جيرلز. بعدها اتقال ان بعضهم اتعرض للضغط عشان يغير اقواله، والبعض اختفى من السوشيال ميديا بالكامل. في 2023 قصة أناستازيا فاشوكيفيتش اللي كانت بتسمي نفسها ناستيا ريبيكا، دي عارضة بيلاروسية سجلوها في اكتر من حفلة خاصة في اوروبا والخليج. ظهرت فجأة بتقول إنها عندها تسجيلات بتدين مليارديرات وسياسيين. اختفت بعدها في ظروف غامضة، لكن رجعت ظهرت بعد كده فجأة في موسكو. لكن قصتها محدش قدر يقفلها بالكامل. موقع انسايدر نشر عن مجموعات كاملة من أوروبا الشرقية بيوصل لها إعلانات سفر VIP بدعاوي مفتوحة. بعدها البنات بيختفوا من عناوينهم الأصلية شهور وسنين. الحكايات دي كلها بتتشابه في حاجتين: مفيش ورق واضح يثبت إنهم جايين يشتغلوا شغل رسمي، رخصة عمل، عقد واضح. لو حصل حاجة مفيش حد بيرد غير بجملة الشرطة الرسمية: حادث أو سقوط أو طرد بسبب خرق القوانين. والشرطة في دبي دايما بتقول إنها صارمة جدا ضد أي نشاط خارج الإطار الشرعي، وده حقيقي فعلا. بس في حفلات وحسابات وهمية بتتفادى القانون بنفس سهولة الرخصة اللي بتتفتح في يومين. والسؤال اللي دايما بيتسأل: الناس دي راحت فين؟ هل فعلا القصص دي حقيقية ولا دي مبالغة من الصحافة؟ طب لو إشاعات ليه بتفضل عايشة وسطنا لحد دلوقتي؟ تعالوا نشوف رواية القانون نفسه وبعدين نرجع نشوف الحقيقة الأكبر. بعد كل الحكايات دي بيجي السؤال اللي لازم يطلع في دماغ أي حد بيسمع الحكايات دي لأول مرة: طب فين الشرطة؟ فين القانون؟ إزاي مكان منظم زي دبي ممكن يحصل فيه كل ده من غير ما حد يتحاسب؟ الحقيقة إن القانون هناك صارم جدا. دبي واحدة من أكتر المدن العربية التزاما بقوانين العمل والإقامة والآداب العامة. يعني اللي يتورط في شغل خارج القانون حتى لو حفلة خاصة ممكن يتحاسب أو يتعاقب أو يترحل لبلده فورا. والدليل إن نفس الشرطة اللي الناس بتقول إنها بتسكت هي نفسها اللي قبضت على مجموعات كاملة من اللي بيكسروا القواعد دي. لو نفتكر مثلا قصة دبي بلكوني جيرلز اللي اتكلمنا عنها، الشرطة وقتها ردت رسمي وقالت انهم خالفوا القوانين الأخلاقية واتحبسوا فورا، وبعدها ترحلوا لبلادهم بقرارات رسمية. نفس الكلام حصل مع حفلات تانية. في تقارير موثقة من جولف نيوز وخليج تايمز ان اكتر من شبكة وهمية بتستغل فكرة العروض الفاضحة اتقفلت وترحل صحابها. بس في جزء الناس مش شايفاه. اوقات اللي بيختفي فعلا ما بيبقالوش بلاغ من اصله، محدش بيعرف اسمه الحقيقي ولا هو جاي على اي فيزا بالظبط، ولا ايه الورق اللي مضاه قبل ما يركب الطياره. عشان كده روايه الشرطه دايما بتبقى ثابته: لو في بلاغ رسمي القانون بيتصرف. لكن في الحاجات اللي بتحصل في المساحات الرماديه محدش بيقدر يفتحها للنور بسهوله. والغريب ان نفس المساحه الرماديه دي هي اللي بتفتح باب تاني. الاشاعه بتكبر والناس بتصدق، والقصص بتعيش على اليوتيوب والتيك توك اكتر ما بتعيش في ملفات النيابه. ليه بقى احنا بنصدق النوع ده من الحكايات؟ تعالوا نرجع خطوه لورا ونفهم نفسنا شويه. ليه احنا اصلا بندور على قصص الفضايح وليه بنصدقها اكتر من الأخبار العادية؟ دلوقتي قدامنا مشهد غريب، قصص بتطلع من ولا حاجة. بتسمع ان في انفلونسرز وعارضات بيختفوا في حفلات مقفولة في شقق غامضة، بس لما تفتش هتلاقي المعلومات نصها منقول عن بوست والنص التاني ملوش دليل واضح. ليه النوع ده من الحكايات بيكبر اصلا؟ ببساطة لانه مبني على نص حقيقة ونص لغز. الكاميرات موجودة بس مش جوه الشقق، الصورة موجودة بس النص التاني من الليلة مش بيطلع في ستوري، واللي بيختفي مش بيكون معاه اوراق رسمية تخلي حد يسأل عليه. ومن ناحيتنا احنا الانسان بطبعه بيحب يصدق الفضايح
اكتر من الاخبار العاديه. في دراسات كامله عن سيكولوجيه الشائعات بتقول ان الانسان دايما بيرتاح للقصص اللي فيها نص حقيقه ونص لغز مش مفهوم. يعني هل كل ده معناه ان القصص دي اشاعه وبس؟ مش دايما. في ملفات رسميه بتاكد ان في شبكات بتتقفل كل سنه، وفي بنات بترجع بفضايح بجد او بقصص صادمه. بس السؤال كام في المية حقيقه وكام في المية زايد عليه عشان الترند؟ الغريب بقى ان احنا كجمهور بنشارك من غير ما نعرف. كل ما حد او موقع ينشر ستوري او بوست او خبر عاجل فلانه او عارضه اختفت في دبي، ده بيزود لغز يمكن اصله اشاعه ونصه التاني حقيقه. اذا الحقيقه بتفضل بين الكاميرا اللي بتصور وبين ورق الاقامه اللي بيتقفل عليه الباب. احنا بنصدق اي صوره نحبها وبنكمل بقى نقص القصه بخيالنا. بس في سؤال اخير، هل هتفضل القصص دي موجوده طول ما الجمهور عايز يسمعها؟ في الآخر الحكاية كلها صورة ناقصة، جزء منها بيلمع قدامنا، شغل، بيزنس وفرص مفتوحة وقوانين صارمة فعلا بتحمي الكل، والجزء التاني بيختفي في نفس اللحظة اللي الكاميرا بتطفي فيها. سمعنا قصص انفلونسرز وعارضات راحوا وما رجعوش، شفنا عقود تصوير بتبدأ ببراند وبتنتهي بشقق مقفولة، اتكلمنا عن شركات وهمية بتستغل قانون سهل، ووسط كل ده القانون فعلا واقف بس مش دايما بيقدر يشوف اللي مستخبي ورا الأبواب المقفولة. هل ده معناه ان كل حد بيسافر هناك هيختفي؟ أكيد لا، بس الفكرة ان الغموض مش بيخلص، واللي بيزوده اننا احنا بنفسنا بنحب نصدق ونشارك ونكمل القصة بنص حقيقة ونص ترند. في ناس بتقول ان القصص دي كلها اوفر ومش حقيقية، وفي ناس بتقول لا، القصص دي حقيقية وفي ضحايا حقيقيين بس احنا مش شايفينهم. والاكيد ان طول ما في جمهور بيحب يسمع الفضايح ويشاركها، الصور الناقصة هتفضل تزيد والاسئلة بتفضل مفتوحة. مين هيتكلم ومين هيختفي ومين هيكمل الصورة؟ وانت هتصدق اي حكاية هتجيلك بعد كده ولا هتسأل فين الدليل وفين الحقيقة؟ لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان تشوف القصص اللي جاية، لأن لسه اللي جاي أخطر بكتير. أشوفكم الحلقة الجاية وخليكم واعيين.